اخيرا مروان محسن. مروان محسن دلوقتي هو المتألق، هو نمرة واحد كرأس حربة بالامكانيات بتاعه مروان وبالشكل بتاع مروان. كويس. نادي الاهلي بيسعى ورا مروان، نادي الزمالك بيسعى ورا مروان. عايز اخرى عايز رايك. مش هبيع مروان داخل مصر، ولا مروان ليه رغبه انه يتباع داخل مصر، ولا انه يمشي من النادي في الفتره الحاليه. نعم. مروان عقده معايا 3 سنين. طب احنا الكلام ده سمعناه في كذا طيب. حته كويس. ومع كذا حد. من مين؟ يعني سمعناه مثلا اخيرا عمرو السولية، بس حضرتك شرحت ليه عمرو السولية مشي. بس نعم. مين تاني؟ اقول لك بقى اسماء كتيره بس من جون انطوي. قول لي مين تاني؟ جون انطوي. جون انطوي هرب خلاص. طيب خلينا في مروان. مروان انا بقول للجماهير ايه، كل اللي بيحصل ده لاثاره البلبله داخل النادي. مروان قاعد في النادي بياخد مستحقاته وهياخد مستحقاته. طب هتكبر له عقده مثلا او حاجه؟ انا اديت له، قلت له امضي السنتين التانيين، وخد خد انت حط المبلغ اللي انت عايزه في السنتين. هو مروان فاضل له كام سنه مع النادي الاسماعيلي؟ سنتين غير دي. يعني بعد نهايه السنه دي فاضل له سنتين تانيين. لا هو بيفكر بدون يمشي شروط جزائيه ولا حاجه ولا اي حاجه. نعم. ولكن حضرتك ما بتفكرش في السنه دول ان انت تعلي العقد مثلا بتاع مروان، عشان هو يعني انت مروان كنت جايبه يعني انا اسف ان انا بقول هذا الكلام، ما كانش له يعني اسمه كان انطفى شويه، فحضرتك جبته النادي الاسماعيلي رجعته منتخب مصر تاني. ولكن في نفس التوقيت عليه ضغوطات كبيره، وحضرتك تعلم وانا اعلم ومش عايزين نتكلم في تفاصيل، ولكن حضرتك عارف كويس قوي وانا عارف كويس قوي ان عليه ضغوطات كبيره جدا. انا بتكلم مع مروان كل يوم تقريبا. نعم. قبل الماتش وبعد الماتش، وهو كل يوم وممكن تساله. نعم. لم يتطرق ابدا انه عايز يلعب في النادي داخل مصر. وما قاليش ابدا. ما هيقول كده فندم. ليه؟ لا مروان صادق وصريح. نعم. ما قاليش فلان كلمني ولا فلانه كلمتني، لا من هنا ولا من هنا. ولا انا قلت له، ولا انا هبيعه داخل مصر. انا بعت سولية داخل مصر، ما بعتوش داخل مصر. نعم. بعت جون انطوي داخل مصر، ما بعتوش داخل مصر. الباقيين كله مضطر. يعني ممكن ياخد سكه السولية مثلا، يروح في حته وبعدين يروح الاهلي او يروح الزمالك. امتى؟ السنه دي او السنه الجايه؟ استحاله. يعني مروان محسن باقي مع